شيماء المهدي، 40 سنة ومقدمة في قناة عربية. وكان من اسباب العمليه عندي ان انا وزني كان زاد جدا جدا، لاني كنت عملت حادثه وخدت كميه كورتيزون رهيبه جدا، فوصلت وزني من 80 كيلو وصلت ان انا كنت 130 كيلو، يعني في خلال حوالي سنه مثلا او سنه ونص. بلس على كده ان انا لما جالي الكوفيد 19 جات لي مرتين وعملت لي انكماش ب 36% من الرئه، ودي كانت حاجه صعب جدا. وكان من الاسباب الاساسيه مع الدكتور احمد ان انا كنت قلقانه منها جدا ان البنج، مشكلتي كانت مع البنج. فكانت الدنيا بصراحه لطيفه الحمد لله. وحتى الدكتور احمد بيقول لي ان شاء الله هتطلعي مبسوطه من البنج، ودي فعلا كانت حاجه حقيقيه جدا. لان انا عندي البنج بيعمل لي انسداد في الشعب الهوائيه وحساسيه مزمنه. كان الموضوع انا قلت انا هدخل العمليات ومش هطلع تاني يعني، بس لا بصراحه شابوه. مش فارق معايا العمليه قد ما كان فارق معايا ما بعد العمليه. المتابعه دي كانت اهم حاجه عندي، مش من الدكاتره اللي اهلا بالبيشن اللي موجوده ونعمل العمليه والدنيا تمام ولطيفه، واجي بعد العمليه ابدا ادور على فين المتابعه بقى، فين الدكتور احمد، فين الناس. لا بصراحه حاجه هايله جدا جدا. ودي يعني او ده من اهم الاسباب اللي هي في نجاح العمليه وفي نجاح البيشنت بيوصل اللي هو عاوزه. التيم وورك طبعا دكتور احمد في الاول وفي الاخر طبعا بفضل ربنا ثم هو، وبعدين التيم وورك اللي معايا بقى دي حاجه فظيعه جدا. لما اخدت القرار في سنه، بس بجد من بعد العمليه قلت لا انا ضيعت السنه دي من عمري يعني، بس كل شيء بميعاد. العمليه حلوه جدا، مش مخيفه خالص. انا من رابع يوم كنت بنزل عادي، ما فيش مشاكل خالص يعني، كنت ببدا اتعامل في الحياه العاديه.